خير يا ماما، خير يا نجاة. مفيش حاجة يا ولدي، أنا زينة، ما تتخدعش أنا زينة. امال ايه اللي حصل؟ مين ده سؤال؟ أنا عمك غزال رفيع بيه. إزيك؟ أظن حضرتك فاكرني، إحنا اتقابلنا قبل كده مرة. ايوه احنا اتقابلنا وانا شيعت لكم حد يسأل عليكم، بس يعني ما كانش شيء لطيف. سألت عليك العافية يا رفيع بيه، وكتر خيرك. كتر خير على ايه؟ ده حقكم، وحقكم موجود تحت امركم من جميع. حق إيه يا ولدي؟ تعال اطلع، شوف هدية ربنا ليا ولطفه بيا. أنا قلت لكم الغالي ما ماتش وصدقتونيش. قلبي قال لي كده، وقلب المؤمن دليل، وانا مؤمنه بالله وراضيه بقضاء. ما صدقتونيش. اما انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ واد اخوك حمدي. عندي مين؟ حمدي واد اخوك. اطلع لي، بص لي، خده في حضنك يا ولدي. لا اطلع له من بعيد. الخالق الناطق زي الغالي كاني شايفاه النهارده. اما هي ايه الحكايه بالظبط يا اما؟ مفيش حكاية ولا حاجة يا رفيع بيه. بعد ما المرحوم اتوفى اكتشفت اني حامل. اكتشفت؟ ايه؟ ايوه اكتشفت. انت قصدك ايه؟ وكنتوا فين المدة دي كلها؟ يعني ايه كنا فين؟ في بيتنا طبعا. لا ما كنتوش في بيتكم. يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. انا شيعت لكم حد، واللي راح لقي الورشه مقفوله والبيت ما فيهوش حد. احنا ما سيبناش البيت لحظة واحدة غير لما رحت اولد في المستشفى. غير كده ب9 شهور انا نايمة على ظهري بأمر من الدكتور. دكتور؟ قولي لهم يا نجاة، جوزك وابوكي لما راحوا هناك لقيوا ايه؟ هي مش محتاجة تقول حاجة، لأن أنا مش محتاجة شهادة من حد. حقك. طب يعني ما شيعتوا الناس ليه؟ نشوي ايه يا رفيع بيه؟ وبنتي كانت بين الحياة والموت طول مدة الحمل. وبعدين ما تخلينيش نشيع لمين؟ وسعادتك ما قابلتش عزايا حتى في المستشفى. طيب بعد ما ولدت ايه اللي خلاكم تستنوا 3 شهور معاهم؟ كنا خايفين على الولد اللي لسه مولود من المشوار وحر الصعيد. ايه ده انت حججك كلها جاهزه ها؟ حجج؟ الله يسامحك يا ابني. على العموم تشكر، والحمد لله ألف حمد إنها جت على كده، لأننا مش جايين نرمي بلانا عليكم لا سمح الله. لا، احنا قلنا ده ابنكم ومن حقكم انكم تشوفوه وتعرفوه. الحمد لله انا كان بيني وفي نفسي بدأ ربنا انه ما يفارقنيش، لانه ابني برضه وممكن اربيه احسن تربيه زي ما ربيت امه بربي خالي. لا بزيادات يا رفيع، ولا كلمة بعد كده، وانت عارفني. يما انا ما كنتش حاجه تشرح حد. ما قلتش حاجه، وكنت عايز تقول ايه اكتر من كده يا رفيع بيه؟ كلام سيادتك واضح، وعمك غزال العجوز بيفهم برضه. واذا كنت ما قلتش حاجه تجرح فانا مش هستنى لا انا ولا بنتي علشان نسمعها. يلا فرحه. يلا فين؟ اسمع يا عم غزال، اسمع يا فرحة، أنا بقول لكم قصاد الكل، السرايا دي سرايا سلطان بيه وأولاده من بعد، وأولهم حمدي ود الغالي، ومن بعد سلطان بيه أنا بس اللي أقول مين يقعد فيها ومين يحملها. أنا بس اللي عارفة ولدي
حاسه بيه. انا بس اللي ليا الكلمه هناك. انت قلت على اخوك قبل كده، مش هخليك تقولها لولده. سامعني؟